اول ما بحس بالبرد كده بقوم اعملها على طول. هنعمل النهارده شويه قراقيش بالعجوه، طعمهم يجنن، سهله وسريعه جدا، ومكوناتها كلها موجوده في مطبخك، مش بتاخد اي وقت خالص، وبتطلع معانا بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، هشه ومقرمشه جدا وبتدوب ذوبان، وطعمها في منتهى الجمال. لايك كتير للفيديو، يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. تعالوا اول حاجه نبدا نعمل خميره القراقيش. هنحتاج كوبايه من الحليب الدافي. الحليب يدوب بس يكون دافي حاجه بسيطه، عشان لو سخن زياده هيموت لنا الخميره ومش هيخليها تتفاعل. هنزود على الحليب معلقتين كبار سكر، وهزود كمان معلقه كبيره ممسوحه من الخميره الفوريه وزنها 8 جرام، وظرف فانيليا واحد بس. وتقدروا كمان تستغنوا عن الفانيليا خالص، وتقدروا تستبدلوها بماء ورد او ماء زهر. وهبدا ان انا اقلب السكر والخميره والفانيليا مع الحليب كويس جدا لحد ما نتاكد ان هما دابوا تماما. هنسيب بقى الخميره على جنب، وتعالوا نشوف باقي المكونات. هنحتاج نص كيلو دقيق متعدد الاغراض او 4 كوبايات من الكوبايه المعياريه من الدقيق. هنزود على الدقيق بقى رشه ملح صغيره كده، وهبدا اقلب الدقيق مع الملح كويس، وهنزل عليهم بكوبايه الا ربع من السمنه على الزيت، او كوبايه الا ربع من الزبده على الزيت. تقدروا بقى تستخدموا سمنه بس او زيت بس او زبده بس، يعني اي ماده دهنيه موجوده عندكم استخدموها، هتنفع وهتبقى حلوه جدا. نقلب بقى السمنه والزيت مع الدقيق كويس جدا. بعد كده هبدا ان انا اخد الدقيق بين ايديا وهبدا ابسه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزين كل مكان في الدقيق يوصل له سمنه، كأننا بنعمل كحك بالظبط. نفضل نبس في العجينة كده لحد ما الدقيق كله يتشرب السمنة والزيت زي ما انتوا شايفين معايا كده. نبسها بقى كويس جدا حوالي دقيقتين او 3 دقايق كده لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. شايفين قوامها عامل ازاي؟ عاملة زي الرملة المبلولة. دلوقتي هنجهز بقى الخميرة اللي احنا عملناها في الاول. شايفين اتفعلت ازاي؟ هنبدأ بقى نحطها على الدقيق شوية بشوية كده، ونقلب بقى كويس جدا بدون ما نعجن، يعني يدوب بس نقلب عشان المكونات تختلط مع بعض والدقيق يشرب المواد السائلة. نحط كمان كده شويه حليب ونقلب كويس بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بقلبها كده بصوابع ايديا بدون اي عجن خالص. مش عايزين بقى العجينه يكون فيها عرق عشان تطلع معانا القوام بتاعها مظبوط وتدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. دلوقتي احنا استخدمنا كوبايه حليب، وحسيت ان العجينه لسه القوام بتاعها يعني سميك شويه، فهزود كمان حوالي 3 معالق كبيره من الحليب. هنزل بيهم شويه بشويه، وهبدا اقلب العجينه بالشكل ده. يعني العجينه كلها تحتاج معانا حوالي كوبايه وربع او كوبايه وتلت من الحليب او الميه. يعني تقدروا بقى تستبدلوا كل كمية الحليب اللي احنا استخدمناها بمية دافية. شايفين بقى قوام العجينة بقى عامل ازاي؟ العجينة بقت طرية وناعمة جدا. هنلم العجينة ونسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير، مش هنسيبها بقى تخمر اكتر من كده عشان ما تشققش معانا وقت الفرد. عايزين وشها يطلع معانا ناعم وتكون ملساء. تعالوا بقى دلوقتي نبدأ نجهز الحشوة. معايا هنا 650 جرام من العجوة. هزود عليهم معلقتين كبار من السمنة، وافضل حاجة تستخدموا سمنة بلدي، بتدي نتيجة حلوة قوي. هبدأ ان انا اقلب السمنة والعجوة كويس جدا. السمنة طبعا بتطري العجوة ومبتخليهاش كمان تنشف معانا بعد التسوية. نقلب بقى العجوة مع السمنة كويس جدا جدا لحد ما العجوة تبقى ناعمة معانا كده وطرية بالشكل ده. تعالوا بقى دلوقتي عشان نشكلها. بناخد كده قطعة من العجوة وهنبدأ نلفها او نبرمها بالشكل ده. نفضل نلف فيها رول كده، نعملها على شكل اصابع. بكمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة، وبعدين احطهم على طبق مدهون بمسحة زيت بسيطة عشان العجوة ما تلزقش في الطبق، وكمان نغطيها بكيس بلاستيك كده عشان العجوة ما تنشفش. ودي كده عجينة القراقيش بعد ما سيبناها ارتاحت ربع ساعة. تعالوا بقى دلوقتي عشان نبدأ نشكل العجينة. هقسم العجينة كده ل3 أجزاء. بناخد أول قطعة وهبدأ أفردها على شكل مستطيل كبير. السمك بتاعها يكون متوسط، مش تخين قوي ولا رفيع قوي، سمكها تقريبا كده أقل من نص سنتي. هنفرد بقى عجينة القراقيش بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي بقى بناخد قطعة من العجوة بنحطها كده على طرف العجين، وهنقطع العجوة على قد العجينة بالظبط. وبناخد أطراف العجين نلفها على العجوة بالشكل ده. هنلفها لفة واحدة بس على قد العجوة. بناخد بقى أي سكينة أو أي قطعة موجودة عندنا، وهنبدأ نقطع العجينة على قد العجوة بالظبط. وهنبدأ بقى نقفل أطراف العجينة على بعض كويس جدا، ولازم نتأكد إننا قفلنا أطراف العجينة على بعض كويس عشان ما تفتحش معانا بعد الاختمار. بعد كده بنلف العجينة رول بالشكل ده، مش عايزين أي فراغات بين العجين وبين العجوة. طريقة سهلة وبسيطة جدا، ومش بتاخد ولا وقت ولا مجهود خالص. هعمل معاكم واحدة كمان. بناخد قطعة العجوة كده بنحطها على طرف العجين، وبنقطع العجوة على قد العجينة بالظبط. وهبدأ ان انا الف العجينة مرة واحدة بس، لفة واحدة بس على قد العجوة بالشكل ده. هناخد بقى السكينة وهنبدأ نقطع على قد اللفة اللي احنا عملناها دي. طريقة سهلة جدا وبسيطة ومش متعبة خالص. بعد كده نقفل اطراف العجينة على بعض كويس، وهنبدأ نلف رول بالشكل ده.
لما بنلفها بقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وش القراقيش بيطلع ناعم جدا معانا، وكمان مش بيبقى فيها اي تشققات خالص. بكمل بقى الكميه كلها بنفس الطريقه كده. وبعد ما بخلص بنجهز طبق فيه حوالي 3 معالق كبيره من الحليب، وهزود عليهم معلقه صغيره من السكر، وبنقلبهم مع بعض كويس. وهبدا ان انا ادهن بيهم وش العجينه بالشكل ده، عشان لما نحط عليها السمسم كده السمسم يلزق معانا في القراقيش. تقدروا كمان تستغنوا عن الخطوه دي خالص وتخلوا القراقيش ساده كده من غير اي حاجه. هندهن وش القراقيش بالحليب كويس، وبعدين هحط على وشها كده رشه بسيطه جدا من السمسم. وتقدروا كمان تستبدلوا السمسم بحبه البركه. بعد كده بناخد بقى اي سكينه او اي قطعه موجوده عندنا، وهنبدا نقطع القراقيش بالشكل ده. بخلص بقى الكميه كلها بنفس الطريقه كده. وبعد ما بنخلص بنشيلهم وبنحطهم على صينيه بتكون مدهونه بمسحه زيت بسيطه. نرفع كده القراقيش نحطها في الصينيه، لو فيها اي واحده كده جوانبها عايزه تتظبط بنظبطها بايدينا وبنحطها في الصينيه عادي جدا. بعد كده هناخدها بقى عشان نسويها. هندخلها فرن سابق التسخين على درجه حراره 180. هتاخد معانا حوالي 35 دقيقه بالظبط في الفرن او 40 دقيقه. النار تكون هاديه جدا عشان عايزين القراقيش تطلع معانا مقرمشه كده، ما تطلعش طريه. النار تكون هاديه على درجه حراره 180. تاخد معانا زي ما قلنا 35 او 40 دقيقه بالظبط، وهنلاقيها استوت. في الاخر خالص بنولع عليها الشوايه، نهدي النار بتاع الشوايه خالص. كمان هتاخد معانا كمان حوالي تحت الشوايه كده 5 دقايق عشان تاخد لون ذهبي من فوق وتطلع مقرمشه معانا. سيبها شويه كده لحد ما تهدى خالص، وتطلع بقى معانا مقرمشه كده وهشه جدا، وطعمها في منتهى الجمال. بالنسبه لحجم الكوبايه اللي انا استخدمتها النهارده، استخدمت كوبايه معياريه بحجم 250 مللي. لو مش متوفره عندنا نقدر نستخدم اي كوبايه عصير، بس اهم حاجه بنعاير كل المكونات بتاعتنا بنفس الكوبايه. هسيب لكم كمان كل المكونات مكتوبه في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبس انا كده خلصت فيديو النهارده. ما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.